بدر المطوع اليوم يحقق كاس سوبر بعمر 41، شو تقول؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. ألف مبروك لجماهيرنا الوفية اللي يعني آزرونا رغم أن يمكن النتائج السلبية في بطولة الدوري وكأس ولي العهد، لكن الجمهور وقف معنا وآزرنا خاصة في هالبطولة، فألف مبروك لهم. مبروك لإخواني اللاعبين اللي يمكن شفت من بعد بطولة كأس ولي العهد الحمد لله هذه يمكن رابع مباراة نحصل على نتيجة إيجابية. الفريق قاعد يقدم مباريات طيبة، نتائج إيجابية، إن شاء الله المستقبل قدام إن شاء الله يكون الفريق أفضل وأفضل. ما قصروا، أنت يمكن قاعد تشوف التعب اللي قاعد يتعبونه، مباريات ورا بعض، جهد لاعبين، إصابات نقص لاعبين، لكن رجال داخل الملعب ما قصروا، فألف مبروك لهم. يستاهلون هذه الفرحة. يعني بطولة شوية يمكن توخر الضغط على نادي القادسية. يمكن نادي القادسية الموسم اللي طاف حاول لكن ما حصل على البطولة. هذه البطولة إن شاء الله تعطي دافع حق إخواني اللاعبين والكابتن نبيل معلول إنه يقدمون إن شاء الله. عندنا مباراة مهمة في البطولة الخليجية، إن شاء الله أن نحصل على نتيجة إيجابية ونتوفد إن شاء الله في البطولات القادمة إن شاء الله في الدوري. بدر، كنت بمباراة العربي نقطة التحول، واليوم أمام الكويت أيضا نقطة تحول إيجابية. والله شوف الحمد لله، يمكن أنا يعني ما راح أقدر أنا بروحي أسوي يمكن الأمور هذه داخل الملعب. الشباب مو قاعد يقصرون معي، قاعد يساعدوني. يمكن بدر ما يقدر يعطي مثلا الهجوم والدفاع مثلا تدري العمر لا أحكام، لكن الشباب مو قاعد يقصرون، قاعد يغطون على بدر وقاعد يحاولون إنه يطلعون بدر بصورة زينة، والحمد لله. يمكن هذا كله من دعوات الجماهير والمحبين لكرة القدم والأهل. يعني هذا أقل شيء نقدر نقدمه لهم هذه البطولة، وإن شاء الله نوعدهم بالمزيد. إن شاء الله مستقبل نادي القادسية بخير، لكن يحتاجون الدعم وتوقفون معاهم، وإن شاء الله راح يفرحونكم إن شاء الله لقدام حبيبي.